النهارده هكلم الولاد الحلوين اللي برضو اتكلمنا معاهم المره اللي فاتت، اللي بابا وماما منفصلين او عندهم مشاكل او متطلقين. دلوقتي بابا وماما اتطلقوا وبابا راح اتجوز واحده تانيه. طب ايه ده بقى؟ انا مش متقبل، انا مش عايزه واحده تانيه غير مامتي، انا مش هقدر اتعامل معاها، انا مش عايزه اشوفها، ولو شفتها تبقى متضايق طول الوقت ودايما مشاحنات، وسبيشالي لو عايشين معاها في نفس الشقه. يعني لو بابا راح يتجوز واحده تانيه بعد ما انفصل عن ماما وجاب لنا واحده بقى تقعد معانا في البيت، ده ايه المصيبه السوداء دي؟ طبعا انتوا شايفين الموضوع مصيبه سوداء، لكن هو مش كده خالص. الست التانيه دي اللي جت هي على فكره هتاخد بالها منكم، ودي مسؤوليه كبيره جدا مش سهله عليها، وهي اخذت القرار ده وهي عارفه من جواها انها هتتعب جدا 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 علشان تحاول تساعدكم، تاخد بالها من دروسكم، تاخد بالها من لبسكم، من اكلكم، من حاجاتكم. وحتى لو ما اخدتش بالها ولا اهتمت باي حاجه من الحاجات دي وانتوا شايفين ان هي كده حاجه شخص مؤذي موجود في حياتكم، انا مش عايزاكم تفكروا في الموضوع بالطريقه دي، لان الست دي هي دلوقتي دخلت العيله واتجوزت باباكم وبقى ليها حقوق، ليها حقوق عليكم، ليها حقوق على بابا، ليها حقوق على العيله كلها، وحرام ان احنا نظلمها. فانت هتتعامل معاها او انت هتتعاملي معاها على انها شخص من العيله. زي مثلا ما انت عندك مثلا ممكن عمتك تكوني ما بتحبيهاش، عندك مثلا عمك ممكن يكون شديد شويه معاك وتصرفاته بيعمل حاجات وحركات ما بتحبوهاش، فهي نفسها الست دي اللي هي مرات بابا انتوا زي ما بتسموها، ايا كان اللقب اللي بتناديها بيه بقى، بتقولي لها ماما غصب عنك، بتقولي لها انتي، بتقولي لها عمته، بتقولي لها طنط، ايا كان اللقب مش هيفرق. المهم ان انت دورك دلوقتي وانت بتتعامل معاها لازم تاخد بالك ان هي دخلت العيله وليها حقوق، حتى لو كنت ما بتحبهاش لازم تاخد بالك ان هي ليها حقوق، حقوق انك تراعي مشاعرها، حقوق ان انت ما تاذيهاش بالكلام، حقوق ان انت تسمع كلامها على فكره، لان زي ما هي بتاخد بالها منكم ومن البيت وبتساعدكم لما بابا هو يعني طول الوقت اللي بابا يكون فيه في الشغل، فهي بتعمل حاجات كتير علشانكم. حاولوا تفكروا في الحاجات الكويسه اللي بتعملها. وحتى المشاكل، طب ما انت لو مامتك هي اللي موجوده معاك برضه بتحصل مشاكل بينك وبين مامتك، لكن المشاكل بقى مع مرات الاب دي المجتمع مفخمها وهي مش فخمه قوي كده ولا حاجه. مرات الاب واحده ست انسانه بني ادمه عندها مشاعر، عندها احساس، نفسها تعيش حياه كويسه، نفسها ان انتوا تتعاملوا معاها كاطفال زي ولادها بالظبط، فبلاش نأذيها.